بنحتاج ايه بقى من الاساسيات؟ لازما يكون معانا ابر تنظيف، لان ابر التنظيف هتساعدنا كتير في الشغل وهتريحنا من حاجات كتير. الابر التنظيف بتيجي معدن، وده اللي انا انصح بيه لان ما بتتنيش وما بتتكسرش ومتينه كويسه، معدن معروفه من اسمها. في طبعا البلاستيك ده بيتكسر، يعني اكتر حاجه جبتها واتكسرت وفاشله يعني، فالمعدن احسن كتير. دي ابر التنظيف. في طبعا الماركر، وده اهم حاجه يعني زيه زي الابر. الماركر فايدته ايه؟ الماركر فايدته انه لو حد لسه بيبتدي في الشغل جديد هيضطر انه يعلم، ان في غرز لازم نعلم فيها. الغرز دي لو احنا ما حطينالهاش ماركر انت هتتلخبطي، لان انت لسه مبتدئه. ممكن انا عشان بشتغل بقالي فتره طويله فمش فارق معايا احط ماركر فين، عارفه البدايه بتاعتي فين والنهايه بتاعتي فين. فانت كمبتدئه هتحبي انك تحطي ماركر، وده طبيعي يعني، فده من الاساسيات. ايه كمان؟ مقياس، يعني زي مازوره. المازوره دي اساسيه برضو، لان في ساعات يعني اقول حاجه، في ساعات بناخد عدد غرز، مثلا هنعمل مقلمه او كوفيه او هنعمل 15 غرزه. 15 غرزه دول بيختلفوا من خيط زي الكليم، هكلمكم لسه عن الخيوط، ومن خيط زي خيط السلسله. وفي حاجه كمان، لازم يكون معانا نوتة صغيرة او كراسة اللي انت تحبيه، وقلم. المبتدئين بالذات هيعملوا بيهم ايه؟ يعني مش كله بيستخدمهم، بس كمبتدئة هيبقوا معاكي مثلا انت نسيتي ارتفعتي كم غرزة، ابتديتي بكم غرزة، عملتي كم غرزة عمود. المقلمة دي مثلا وليكن هتحتاج مثلا 15 غرزة، هتحتاج ان احنا هنرتفع سطر، هنرتفع سطرين. فكل ده لازم تكتبيه جنبك عشان ما تنسيش، يعني عشان تبقى كل حاجة ماشية مظبوط.